حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتعليق واشتراك في القناة. نبدأ نسمي الله ونصلي على الحبيب. قلبك يطيب. خلصنا الامتحانات، نبدأ الروتينات. أحلى روتين النهاردة سريع وبسيط من عندي سو. يلا نبدأ ونقول في كلمتين عايزة أقولكوا عليهم. تبطلوا بقى عشان في الناس. بطلوا تستنوا سؤال الناس عليكم. لازم تقتنعوا إن مش كل الناس فاضيين لكم وقاعدين يفكروا فيكم. بطلوا العتاب المستمر، لأن العتاب هيسيب لكم جزء من التعب كتير قوي في قلبكم وفي عقلكم. لا هتعرفوا تناموا ولا هتعرفوا تقضوا بقية حياتكم. كبروا دماغكم من أقل المشكلات. بطلوا بقى تقعدوا كل شوية تقولوا ده سأل ده ما سألش. لأ، بطلوا خالص. عيشوا حياتكم لولادكم ولبيتكم وما تسألوش علي مش بيسأل عنكم. اللي بيسأل عنكم حطوه فوق دماغكم. بطلوا تزعلوا من الناس. مش كل الناس قاعدين فاضيين، كل واحد شايل همه فوق دماغه. دايما لو جاء في بالكم حد ما سألش عليكم ادعوا له. صح؟ بطلوا بقى تاخدوا كل حاجة على قلبكم، تزعلوا من دي وتزعلوا من ده وتقفلوا الباب في وش ده. فيها حاجة لما نبدأ كده نفتح باب جديد؟ في حاجة لما نشيل دماغنا بقى من كل حاجة ونفوق لبيتنا. خلصنا؟ خلاص نبدأ بقى نقرأ قرآن، نبدأ نصلي الصلوات اللي احنا فاتت مننا. اوعوا الصلاة يفوت منكم. خلصنا كلامنا، نبدأ حياتنا. لو كنت أعرف إن الموضوع سهل وبسيط بالطريقة دي ما عملتهاش من زمان. هعمل لكم النهاردة كبدة سهلة وسريعة. أول حاجة لازم الكبدة تيجي تكون مجمدة علشان تعرفي تقطعيها. لو طازة ممكن تحطيها في الفريزر حبة علشان تعرفي تقطعيها. الكبدة أنا ما بنقعهاش، بشطفها تحت الحنفية حبة كده. في ناس بتنقعها بخل، الخل بيزود زفرة أي حاجة. فراخ، طيور، ما تحطيش عليها خل. نقطع الكبدة شرايح رفيعة. طبعا العيد الأضحى قرب خالص، فده يبقى أول فطار العيد. كبدة وسجق، أكلة سهلة وكمان تنفع وانت مستعجلة وعندك بقى امتحانات. ربنا يا رب يعينك اللي عنده لسه امتحانات. أكلة سهلة ومغذية. قطعنا الكبدة شرايح رفيعة زي ما حضراتكم شايفين. بلاش تقطعوها تخين أو سميك لأنها مش هتستوي منك وكمان طعمها هيبقى مش حلو. في ناس بتنقع الكبدة بلبن، أنا ما أصليش عملت كده خالص. لو انتوا حابين تنقعوا الكبدة بلبن يبقى تمام التمام، إنما طالما جايبين الكبدة من حد مضمون ممنوع تحطوا الكبدة في التلاجة مكشوفة. ممكن ريحتها تكدب أي حاجة. لو انتوا حاطين ليمون، لبن، أي حاجة من دي الكبدة هتمتص أي روايح من دي. لو انت حطاها في التلاجة لازم تغطيها علشان ما تكسبش الروايح دي. نعمل بقى الكبدة ازاي؟ معانا بصل جوليان أو جوانح، أو ممكن تقطعوه حلقات رفيعة. وهنقطع قرن فلفل حراق، الكبدة بتحب الفلفل الحراق. ومعانا كمان فلفل رومي، يعني استعملنا بصل، فلفل رومي، فلفل حراق، وفصين توم. الكبدة حبيبة التوم. تمام. الكبدة بقى ما بتحطلهاش بهارات كتير، بلاش افتكاسات ولا خزعبلات هتعملوها. الكبدة لو انتوا حطيتوا عليها بهارات كتير أو أي أكلة بتقلب لأكلة تانية خالص. كتير بيقولولي يا سو الكفتة طعم الحواوشي، الحواوشي طعم الكفتة. ما هو انتوا بتحطوا البهارات كتير، ما بتبقاش البهارات الأساسية للكفتة أو للكبدة أو للحواوشي. كل حاجة ليها البهارات بتاعتها. ممكن تحط افتكاسات من عندك بتقوم قلب على ريحة تانية خالص. قطعنا البصل والفلفل ومعانا كمان الفلفل الحراق، هنقطعهم مع بعض. جهزي حاجتك وخلصيها علشان مطبخك أو طبختك تبقى سهلة عليكي. خلصنا الخضار اللي هنقطعه اللي احنا قطعناه مع بعض. هناخد بقى معانا فصين توم كمان، ومعانا الكبدة هنحط لها مع بعض المكون السحري
اللي بيخلي طعمها يرجع في حتة تانية خالص. يلا نشوف هو ايه. بعد ما قطعنا الخضار وقطعنا الكبدة شرايح، هنحط معاهم معلقة دبس الرمان على الكبدة، هيخليها طعمها في حتة تانية خالص. جربوها وادعولي، بجد لقيت طعمها وهم وخيال. قلبوها كده مع بعض وتسيبوها على جنب لغاية لما تمتزج بالطعم وتتمزج كمان بالريحة بتاعت دبس الرمان. ريحتها بتبقى حلوة قوي، هتخلي الكبدة مززة خالص معانا بقى. بعد ما قلبنا الكبدة بالطريقة دي، ممكن تحطيها في التلاجة تكسب من ريحة الدبس الرمان. ونجيب الطاسة بتاعتنا ونقول لكم هنبدأ ازاي. معانا بقى هنحط معلقتين زيت وعليهم حتة ليا صغيرة مع الكبدة. ارمي حتة الليا في الكبدة وهتوديك الكبدة في حتة تانية خالص. في البيت هيفكروك شارياها جاهزة. حتة ليا حلوة كده هي هتسيح مع الزيت، بس أهم حاجة تنزلي بحبة زيت. ادي للكبدة صدمة، لازم تتصدم علشان ما نزلش كل ميتها. نقلب بقى الكبدة مع بعض تاخد ريحة الليا، وكمان ما تنزلش ميتها خالص، لأن لو نزلت ميتها هتشد معاكي ومش هتبقى جوسي وطعمها حلو. بعد بقى ما خلاص الكبدة تغير لونها، لا حطيناش لا ملح ولا بهارات خالص لسه، ادينا لها بس صدمة. لازم الطاسة تبقى سخنة قوي وانت بتنزلي في الزيت وحتة الليا. ما عندناش ليا، نحط حتة سمنة بلدي نفس طعم الليا بالظبط، بس الليا بقى بتديها ريحة وكمان اختلاف زي بتاعة الراجل. أول ما الكبدة تغير لونها بالطريقة دي، هننزل بالسجق زي ما حضراتكم شايفين بالطريقة دي معاه. وبعد ما هنعمل السجق ده، غزغزيه كده بالشوكة ينزل كل الدهون اللي فيه. احنا ما استعملناش لا زيت ولا مواد دهنية كتير. السجق جواه دهون بيحتوي على نسبة. بعد ما هنشوح السجق مع الكبدة بالطريقة دي، لازم السجق يدي بقى لون متغير. ننزل بقى أول حاجة بالبصل، حلقات البصل ننزلها بالطريقة دي. بعد كده نقلبها، نخلي البصل يشرب من الكبدة والسجق. عايزين تعملوا الأكلة من غير سجق بتنفع خالص مع نفس الطريقة دي، اعمليها مع الكبدة بس. عايزة تعملي السجق والكبدة لوحده يبقى تمام التمام. نقلب بقى البصل، عايزاه يتكرمل مع الدهون اللي نازلة من السجق وكمان اللية وكمان معلقتين الزيت، يتكرملوا مع البصل بحيث ان البصل يبقى طعمه واخد من كل ده، ما يستواش قوي ويبقى طعمه مش باين. هننزل بقى بإيه؟ بالفلفل الحراق، وكمان هننزل بفصين التوم زي ما حضراتكم شايفين. نقطع فصوص التوم، انا مش عايزاها مهروسة، انا عايزة فصوص التوم يبقى طعمها باين في الكبدة والسجق. تمام، هو كده كده هيستوي يبقوا جوسي مع بعضهم كده. ننزل بقى بقية المكونات. نزلنا البصل والثوم، خلاص أخدوا 5 دقايق كده على النار. ننزل بقى بالفلفل الحراق، وكمان ننزل بالفلافلة مع بعض بالطريقة دي ونديهم تقليبة. الكبدة مش بتتغطى، لو اتغطت بخار المية هينزل على الكبدة وهتخليها تشد مننا. الكبدة ما بتحطش عليها بهارات كتير. انا هقول لكم على البهارات اللي هتتحط عليها، لو زودتوا البهارات هنغير طعمها. الخضار الاول لازم ياخد من طعم الكبدة، والكبدة تاخد من طعم البهار من طعم الخضار. تمام، لسه ما حطناش اي بهارات او حتى ملح. وما تنسوش ان السجق كمان ليه بهاراته، فما نزودش الحاجة بقى. خلاص بدأ الخضار يتبل معانا والبصل وكمان بقية الخضار. نعمل ايه؟ خلاص الكبدة خلاص بدأت تتشوح معانا وخلصت خلاص. نطفي عليها ونبدأ بقى نحط بهاراتنا: ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة. وخلصنا أكلتنا ونقول تا 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 تا. أكلنا خلص ببركة بسم الله. شوية كبدة وسجق عالي العال. عملنا سلطة طحينة
ومعاها سلطة طماطم. تاكلوا بقى سندوتشات فينو أو عيش بلدي وبألف هنا. دمتم في رعاية الله وفضله، مع السلامة.